السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايب؟ شخباركم؟ إن شاء الله مرتاحين. اليوم نبدأ وصفتنا، إن شاء الله راح أسوي كشري بس على طريقة العراقيين، مو على طريقة أخواننا المصريين. هي يعني مشابهة لهم، بس أكو شغلات ما راح أخليها. مثل هنا أنا أخلي معكرونية وشعرية، وما راح أخلي سباكيتي. هاي عندي هنا كمون وملح وحمص. هذا حمص جاهز يعني مسلوق وجاهز. هنا أنا عندي للصلصة ثوم أخلي يعني تقريبا فد 3 فصوص من الثوم، وراس بصل ودبس فليفلة. هيك يعني أسويها وأحط عليها صوص الطماطة والمعجون، هيك تصير الصوص. البصل هماتين أقصقصه وأحطه بالطحين وأقليه ويصير كلش مقرمش. إن شاء الله يعجبكم. وهاي عندي هنا العدس الأخضر، إن شاء الله واضح عندكم العدس الأخضر. هاي منقعته على مود الوقت. وهاي عندي هنا الرز، تقريبا 2.5 كوب رز ب2 عدس. وهذا الرز الحباية الطويلة. إن شاء الله أول ما أبدي راح أبدي بالصوص أسويه وأرجع لكم. هاي حبايب بديت أحمس بالبصل والثوم، وحطيت عليهم ملعقة من معجون الطماطة ودبس فليفلة. هسه شنو راح أديرهم على صوص الطماطة. هذا صوص الطماطة مسويته جاهز. هاي ملعقة من الكرفس اليابس، وخلي على الصلصة يعطيها طعم كلش لذيذ. هسه راح أدير إن شاء الله على الصلصة، وظل أجانسة لحد ما تدخن هاي الصلصة مالتنا، وراويكم إياها إن شاء الله بعدين. هاي عيني هيجي صارت. هسه بس راح أرش لها ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. نجانس بيها لحد ما تدخن. شوفوا شلون هسه هي الشغلات اللي حطيناها. هاي حبايب راح نسوي البصل. هاي 3 ملاعق من الطحين وملعقة نشا وشوية كاري مدراس، هيك على الطعم. نخلط هاي المكونات كلها ونضيفها على البصل وأقليه إن شاء الله وأراويكم. هيك صار لابسوه كلش زين بحيث البصل كله يصير يعني بالطحين. هي المكونات يعني الطحين والنشا. هاي حبايب بديت أقلي البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنسون حبايب خلوا يعني شوية بالطاوة على مود يتحمص زين يقرمش. هاي حبايب اختصارا للوقت كملت تحميص البصل. إن شاء الله ننتقل لمرحلة الشعرية والمعكرونية، انتظروني. هاي حبايب اختصارا للوقت حمست الشعرية وضفت عليها قليل من المي. وهاي عندي المعكرونية مسلوقة يعني نص سلق، إن شاء الله واضحة عندكم. وهذا الحمص اوريدي هو مطبوخ. وهاي المكونات كلها نخبطها. وهاي خليت شوية كمون وملح شوية كاري. انتو التوابل بعد بكيفكم، تريدوها حارة تخلون بلاك بيبر بكيفكم. هاي كملت ان شاء الله.
وننتقل لمرحلة الرز. هاي حبايب انتقلنا لمرحلة طبخ التمن والعدس. هاي أول شي ذبيت العدس هيك تقريبا فد فورة فورتين، وأذب التمن على مود تعرفون العدس يراد لطبخ. زين حبايب، إن شاء الله ننتقل للمرحلة الجاية. هاي يعني شوفوا العدس يعني فورة فورتين، ما نريد احنا كل شيء مرد. راح نضيف التمن. بسم الله الرحمن. ان شاء الله واضح عندكم، ما اقدر اقرب التليفون يصير بيه بخار. ان شاء الله التمن يستوي وانزله وبعدين ارويه. هاي حبايب بزلته ما شاء الله صار ولا اروع. هسه راح اخلي عليه كيفكم زيت دهن حور براحتكم اي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. عيني نتركه يتهدر فد 15 دقيقة هيجي، وإن شاء الله ننتقل لمرحلة التقديم. انتظرونا. هاي حبايب التمن مالنا ما شاء الله، شوفوا إن شاء الله مبين عندكم. هسه إن شاء الله راح أصب وأراويكم. هاي حبايب صبيت وداخل لي البصل. هاي حبايب كملت صبيت الكشري ما شاء الله طلع ولا أروع. وهاي الصلصة هنا شوفوها. سهمنا وسهمكم العافية. أترككم في رعاية الله وحفظه. لا تنسونا باللايك والتعليقات.